حلقتنا النهاردة هتتكلم عن ازاي تبقى ناجح والبنات كلها يجوا وراك. أول جزئية اللي انت هتهتم بنفسك. هتهتم بنفسك ازاي؟ أول حاجة اهتم بصحتك، تروح الجيم، تبني كاريزما، تخلي جسمك مظبوط وعضلات وبص جسمك، يعني انت راضي عن نفسك، تعمل فورمة كده في الجيم عشان تبقى راضي عن نفسك. دي أول حاجة، تهتم بشكلك والكلام ده. تاني حاجة تجيب لبس جديد ودايما تبقى بصورة كويسة، وتجيب برفيوم يعني ريحته جامده جدا تخليك بص اي حد معدي من جنبك يقول لك الواد الروش ده والواد يعني ايه، ريحتك كويسه. دي اول حاجه، تهتم بنفسك. تاني حاجه، ازاي تطور من نفسك. تطور من نفسك ازاي؟ انت شوف انت عملت ايه امبارح، صليت كذا وعملت كذا وعملت كذا. انت طور من نفسك كل يوم، تزود حاجه في نفسك، تقرا كتب جديده، تثقف من نفسك، الكلام دوت. لازم كل يوم تطور نفسك عن اليوم اللي قبله، عشان الدنيا دي سباق. لو انت ما واكبتش الزمن وما واكبتش الحاجات اللي بتحصل كل يوم، هتفضل زي ما انت ومش هتطور في حياتك خالص. دي يبقى انت اهتم بنفسك وبصحتك. وبعدين تهتم بفكرك العقلي. يعني ايه تهتم بفكرك العقلي؟ تقرا كتب تطور من نفسك، الكلام دوت. تالت حاجة تبقى كويس مع ربنا. دي قبل اي حاجة، يعني تشوف ايه صلاتك، الخمس فروض تصليهم، الاذكار، الكلام ده كله. وبعدين ايه، تخصص جزء من القرآن وتبقى كويس مع ربنا. ده لو انت مسلم. لو انت مسيحي تشوف ان انت عليك ايه، الكلام دوت. يعني تخلص صلواتك وعباداتك مع ربنا وتبقى تمام التمام. يبقى انت عملت اللي عليك، اهتميت بنفسك، شفت صلواتك ودنيتك، طورت من نفسك، كده ماشيين في التراك المظبوط. رابع حاجة تهتم بشغلك. يعني ايه تهتم بشغلك؟ سواء انت كنت موظف او عندك بيزنس خاص ليك، يبقى انت تهتم بشغلك وتطور كمان من شغلك وتقرا كتب جديدة عشان تطور من نفسك وتطور من شغلك، عشان تنمي عندك مهارات جديدة، عشان شغلك الايه، سواء البيزنس اللي انت شغال فيه لنفسك ولحسابك يتطور ويدخل لك عائد مادي كويس، او سواء في انت موظف تطور مهاراتك، ما تخليش اصحاب العمل يستغنوا عنك في يوم من الايام. يبقى انت كده اهتميت من نفسك اهتميت بربنا. تالت حاجة اهتميت بشغلك. رابع حاجة، البنات لما يشوفوك مهتم بنفسك ومهتم بشغلك ومفيش زيك وعيل كويس وعيل محترم وعيل روش، البنات كلها تيجي وراك. بس انت لما البنات تيجي وراك والبنات يعني تلحقك، الكلام دوت اهم حاجة ان انت ما تغضبش ربنا. يعني ما تغضبش ربنا، ما تكلمهاش، ما توعدهاش والكلام ده وانت مش قد كلامك. يعني انت قد كلامك، خش الباب من بيته على طول، تسأل عليها الأول والكلام ده، وبعدين تخش الباب من بيته. عشان إيه؟ ربنا يكرمك في حياتك. عشان انت لو شغل بقى تكلمها واتس بقى بالليل والكلام دوت وكذا وفون والحاجات اللي بتعملوها في الفون والكلام ده، ربنا مش هيبارك لك ومش هيكرمك في حياتك خالص، وهتفضل محلك سر. اهم حاجه تخش الباب من بيته. وربنا قال لك التعفف مفيش احسن منه. حتى انت لو ظروفك على قدك، تظبط دنيتك الاول وبعدين تخش الباب من بيته عشان ربنا يكرمك في حياتك. كل اللي انا قلت لك دوت لو انت عملته صح، اقسم بالله هتبقى ناجح في حياتك وهتطور من نفسك، والبنات كلها هتيجي وراك. وانت البنت اللي انت بتحبها هي اللي انت ايه هتعوزها تبقى جنبك وتبقى شريكة حياتك. وهنا خلصت حلقتنا. لو الحلقة عجبتكم اعملوا لايك واشتراك وانتظروا كل جديد. السلام عليكم.